مساء الخير، مساء البركة عليكم أجمل متابعين وأحلى فراورات في الدنيا. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايين مع بعض بقى هنعمل طريقة عمل البيتزا بطريقة سهلة وبسيطة، هنعمل العجينة في العجان الجديد بتاعنا اللي احنا عملنا عليه ريفيو قبل كده. عاوزة اقول لكم بجد طلع العجان ده تحفة، بيسهل عليكي كتير قوي وبيخليكي تخلصي بسرعة. بجد حلو قوي عجان بلاك اند وايت، تحفة بجد، تحفة قوي العجان ده. هنعمل طريقة البيتزا عليه اول مرة، وهنشوف طريقة العجينة البيتزا وهتطلع ناعمة ودايبة ازاي، وطريقة البيتزا الروعة. بصوا عملنا بيتزا باللحمة المفرومة وبشاورمة الفراخ حلوة قوي. تعالوا نشوف المقادير مع بعض، بس ما تنسيش اللايك. اول حاجة جبت كيلو دقيق، اللي هو دقيق الفراد او دقيق متعدد الاغراض، اي نوع دقيق انت حباه، دقيق السنبله، اي دقيق انت حباه. تمام. اول حاجه نزلت بالدقيق بتاعي، وبعد كده كوبايه زبادي بلدي او كوبايه زبادي عاديه من سوبر ماركت، ورشه ملح، واحط معلقه كبيره من الزعتر. عاوزه اقول لكم بجد انا جيت كنت داخله البيت الساعه كام؟ الساعه 5. كان عندي شغل هارد جيل، واظني قلت في التحدي ان شاء الله ممكن طريقه البيتزا دي هتنزل قبل التحدي. انا كان عندي شغل هارد جيل، راجعه البيت الساعه 5. عاوزه اقول لكم دخلت على طول بلبسي زي ما انا عملت العجينه، وبعد كده عملت شاورمة الفراخ وعملت شاورمة اللحمة، وبعد كده كنت الساعة بالظبط الساعة 7 قاعدين بنعمل التحدي، 7 ونص. تمام. هنا يبقى حطينا ايه؟ عجينة البيتزا، كيلو دقيق، رشة ملح، علبة زبادي، كنت حاطة كوباية مية دافية وعليها كيس خميرة فورية ومعلقة سكر، دوبتهم مع بعض وسبتهم زي ما احنا شفنا كده خمرت، ورحت حطاهم على الدقيق بتاعي. يبقى الدقيق بتاعي ايه تاني علشان نركز؟ خدت كيلو دقيق، رشة ملح، علبة زبادي، معلقة من الزعتر، وكوباية الخميرة اللي انا كنت مدوباها بمعلقة سكر حطيتها، وحطيت كوباية تاني، يعني خدت 2.5 بالظبط مية. تمام. كيلو الدقيق بتاعي. بصوا هطلع العجينة بجد دايبة حلوة خالص. بصوا ما خدتش وقت معايا في العجان، يعني حلو قوي العجان بجد، حلو قوي وبيسرع معايا، يعني سرع معايا بجد، فرق معايا. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش اللايك. بصوا انا بجد بكلمكم ما بزوقش الكلام، ما بعرفش ازوق الكلام. اولا استحالة في اي حاجة في حياتي عموما ما بعرفش ازوق الكلام، اللي في قلبي بطلعه على لساني. حتى لو تلاحظوا في شرحي انا بتكلم عادي كده على طبيعتي. هنا خلصت العجينة، غيرت السلاح، بدل السلاح اللي هو رفيع حطيت السلاح ده، طلع السلاح ده في العجين طلع احسن من التاني الرفيع، فقلت عشان انا اول مرة فقلت اجرب ده واجرب ده. انا حطيت التاني اللي هو الرفيع لقيته مش عامل العجينة كويس، مش ما بيلمليش العجينة كويس، فقلت لا اجرب بقى التاني الكبير. رحت حاطه الكبير، بصوا مسح لي نضف لي الحله بتاعت العجان، ولملي العجينه كلها، يعني ما شاء الله كان حلو خالص. سبت هنا العجينه تخمر، كنت عملت شاورمه الفراخ وعصقت اللحمه عاديه خالص، مصورتهاش معاكم. وبعد كده جبت العجينه كانت خمرت، هبدا بقى شويه دقيق كده على الرخامه، وهبدا ان انا هفردها. بصوا بهدوم اللي انا كنت جايه بيها من الشغل، يعني عادي حتى في التحدي هطلع بيها. بدات قسمت العجينه بتاعتي على 4 اجزاء، 4 كور كده متساويه بشويه دقيق كده، وبدات ان انا الم كده وافرد. كنت بقى محضره الصلصه بتاعتي. انا جبت صلصه اللي هي العلب العاديه، خدت منها حوالي 4 معالق كبار، وحطيت عليهم شويه زيت، وحطيت عليهم معلقه من الزعتر، وقلبتهم كده مع بعض على النار، يا دوب غليت غلوه واحده رحت طافيه،
وبدات هي دي اللي هفرد بيها ايه وش البيتزا، هي الصلصه بتاعت البيتزا كمان. تمام ولا ايه؟ تمام ايه انا ايه. هنا فردت العجينه. اول عجينه جبت صينيه عندي صينيتين بتاع البسبوسه بتاع البيتزا، حطيتهم. بصوا مارينا بتقول لكم لايك. هنا فردت اول عجينه حطيتها في الصينيه دي. تاني واحده بصوا لو انتم مش عارفين ممكن تقسموها بالشكل دوت، هتقلب معاكم في الصينيه تخش، بس انتوا ايه طلعوها عشان كنت دهنه الصينيه علشان تطلع معايا. بصوا دخلت في الصينيه من جوه. هبدا بقى اسندها على ايدي وهقلبها علشان انا كنت دهنها زيت الصينيه، فبتطلع بكل سهوله. بقول لكم شاورمه الفراخ وعصقت اللحمه، وكنت مقطعه فلفل الوان، ومعايا زيتون مخلي وايه والدنيا تمام. اول حاجه جبت الشوكه فرغت بيها العجينه علشان خاطر لما تخش الفرن ما تعلاش وتبقى عاليه. بعد كده جبت الصلصه ودهنت بيها وش العجينه. بعد كده نزلت انا ايه مش مركزه خالص. نزلت بشاورمه الفراخ، بعد كده شويه زيتون، وبعد كده برص الفلفل الالوان. لو وصلت لحد هنا متنسيش اللايك لايك 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 عشان ايه هصوت من عشان انتوا بتحطوش اللايك. بعد كده عندي جبنه بقى اللي هي المورتديلا، جبتها وحطيت على وشها كتري وما تستخطريش. وبعد كده كنت مولعه الفرن بقى، دخلتها الفرن على طول. تاني واحده بقى اللي هي اللحمه المعصجه بنفس الطريقه. بخرم اول حاجه بالشوكه العجينه، وبعد كده بدهن الصلصه، وبعد كده بحط اللحمه المعصجه. انا لو انتم ملاحظين انا هي الصلصه اللحمه المعصجه حمرا عشان حطيت لها معلقه صلصه، وبعد كده شويه زيتون والفلفل الالوان وشويه الجبنه وتمام. بصوا في انجاز، بصوا عملت انجاز انا المره دي. ايه انا داخله المطبخ كانت الساعه 5، الساعه 7:30 كنا قاعدين بناكل وبنعمل التحدي. يعني انا ما خدتش ساعه وشويه في البيتزا، في طريقه البيتزا. تمام. بصوا بقول لكم، بصوا الجبنه بجد ما كانتش باينه قوي، بصوا كانت بتمط كده، فعشان هي بردت شويه فما كانش بتمط قوي. بجد روعه روعه. بصوا تحفه. بصوا هاكل حته الجبنه هوديها فين يعني. بتمنى يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تدعموني لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلوه كل جديد. اجمل عيله واحلى عيله في الدنيا. يلا اقول لكم مع السلامه، مع السلامه، باي.